بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث الإعدادي مع حل تدريبات المبادئ الأساسية للوراثة. السؤال الأول بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الصفات التي يرثها الأبناء من الآباء وتنتقل من جيل لجيل. دي نقدر نقول الصفات إيه يا أولاد؟ الصفات الوراثية. الصفات إيه؟ الوراثية. الصفات الغير قابلة للانتقال من جيل لجيل دي الصفات المكتسبة. الصفات يا أولاد المكتسبة. العلم الذي يفسر أوجه التشابه والاختلاف تمام بين أفراد النوع الواحد من خلال دراسة كيفية انتقالها من جيل لجيل ده علم الوراثة. علم إيه؟ الوراثة. الصفة الوراثية التي تختفي في جميع أفراد الجيل الأول دي الصفة المتنحية. الخلايا التي يتم بواسطتها انتقال العوامل الوراثية من آباء الأبناء دي العوامل الوراثية أو الجينات أو الأمشاج. صفة سائدة. ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين يحمل كلاهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة الأخرى. دي تعريف يا أولاد؟ دي تعريف مبدأ السيادة التامة. مبدأ السيادة إيه؟ التامة. إذا تزاوج فردان نقيان مختلفان في زوج من الصفات المتضادة فإنهم ينتج عند تزاوجهما جيل به أحد الفردين فقط، ثم تورث الصفتين في الجيل الثاني بنسبة 3:1. ده القانون الأول لمندل. القانون الأول لمندل اللي هو قانون اسمه يا بابا انعزال العوامل. انعزال العوامل. طب النقطة اللي بعد كده بيقول لي الجين الذي لا يستطيع إظهار صفته إلا إذا تواجد معه جين مثله. الجين مين ده؟ ده المتنحي. الجين المتنحي. الفرد الذي يحمل زوجا متماثلا من العوامل الوراثية سواء كان سائدين أو متنحيين. الفرد النقي. الفرد النقي. الفرد الذي يحمل زوج متباين من الجينات لصفات معينة فرد هجين. فرد إيه؟ هجين. إذا تزاوج فردين نقيين مختلفين في زوجين أو أكثر من صفاتهم المتضادة فإن صفة كل الزوجين منهما تورث مستقلة عن الأخرى وتظهر في الجين السالم بنسبة 3:1. ده قانون التوزيع الحر. قانون التوزيع الحر اللي هو القانون الثاني لمندل. تراكيب في نواة الخلية تمثل المادة الوراثية للفرد وتتكون من حمض نووي تمام DNA وبروتين. ده الكروموسوم. أجزاء من DNA الموجودة بالكروموسومات وتحمل الصفات الوراثية تمام دي الجينات. تراكيب خاصة تنتقل من خلالها الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. دي التركيب الكيميائي للحمض النووي. الوحدة البنائية للحمض النووي النيوكليوتيدات. طب هنا بيقول يا أستاذ نموذج لجزء من DNA يتكون من شريطين ملتفين مثل الحلزون المزدوج. دي نموذج كريك وواتسون. عالمان كريك وواتسون.
مادة يكونها الجين تكون مسؤولة على حدوث تفاعل كيميائي، ده الإنزيم. الخريطة الوراثية التي توضح المجموعة الكاملة للجينات الموجودة بالكروموسومات، دي مشروع الجينوم البشري. طب هنا بيقول لي سؤال، ضع على أكمل العبارات الآتية. تعلم السباحة، دي من الصفات المكتسبة، بينما فصيلة الدم من الصفات الوراثية. اختار مندل نبات البازلاء لسهولة زراعته وقصر دورة حياته. أطلق مندل على الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول الصفة إيه؟ السائدة، بينما الصفة المضادة التي تختفي في أفراد الجيل الأول دي المتنحية. وضع الزهرة في نبات البازلاء إما يكون طرفي أو جانبي. في نبات البازلاء تعتبر صفة نقط الساق من الصفات السائدة، طول الساق، بينما صفة الشكل نقط البذور إيه؟ الصفراء. تمام، المتنحية يبقى الخضراء والزرم. في نبات البازلاء يسود اللون الأصفر، تمام، نقط على اللون الأخضر له، اللون الأصفر للبذور على اللون الأخضر له، بينما يسود اللون الأخضر للقرون على اللون الأصفر له. توصل العالمان مندل إلى أن الصفات الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء، تمام، عن طريق نقط توجد بالأمشاج. عن طريق يا أولاد؟ عن طريق العوامل الوراثية. وقد أطلق عليها العلماء فيما بعد باسم الأمشاج أو اسم الجينات. يتحكم في كل صفة وراثية عاملين ينعزلان اثنان تكوين الأمشاج. لكي تظهر الصفة الوراثية في الفرد فلا بد أن يحمل عددا نقط جيل لها، بينما يحمل المشيج نقط جيل لها. يحمل عاملين، بينما يحمل المشيج عامل جين الصفة الوراثية. الفرد الذي يحمل صفة غير نقية يعرف بالفرد إيه؟ الهجين. طبقا للقانون الأول لمندل، فإن الصفة الوراثية تظهر في الجيل الأول بنسبة 100%، وتظهر في وتظهر الصفة الوراثية في الجيل الثاني بنسبة 25. وجد مندل أن توارث صفة واحدة ليس له تأثير في توارث صفة أخرى، فوضع قانون انعزال العوامل. النقطة اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ عند إجراء عملية تلقيح ذاتي لنبات بازلاء طويل الساق أحمر الأزهار هجين، تكون نسبة الظهور بنسبة كام في النبات الساق ونقط الأزهار عند تلقيح نبات، تمام، بازلاء طويل الساق، تمام، حمراء الأزهار هجينة، تمام، تكون نسبة ظهور النباتات نقط الساق نقط الأزهار. طبعا تكون نسبة ظهور الساق طويل الساق، نباتات طويل الساق، نقط الأزهار أكبر من، طبعا أزهار إيه؟
طويل الساق، حمراء الأزهار. حمراء الأزهار أكبر ما يمكن. القدرة على الالتفاف الأنبوبي للسان من الصفات الوراثية السائدة. شحمة الأذن المتصلة من الصفات المتناحية. تعتبر العيون الزرقاء الضيقة من الصفات المتناحية. يتركب الكروموسوم كيميائيا من حمض نووي يسمى DNA مرتبط مع بروتين. يعتبر نقط جزء من الحمض النووي، جزء من الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية. تعتبر الجينات تمام جزء من الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية. الجينات، لأننا احنا قلنا الكروموسوم بيتكون من حمض نووي DNA وبروتين، تمام. والحمض النووي ده بيتكون من جينات، والجينات من نيوكليوتات. ممكن يقول يعتبر البروتين جزء من الحمض النووي الذي يحمل، لا طبعا لا، هو يعتبر الجينات. هنا تمكن العالمان نقط ونقط من اكتشاف الكيفية التي يتحكم بها الجين. ده بيدل وتاتم. كل جين يكون مسؤول، خاصة يكون مسؤولا عن حدوث نقط. كل جين تمام يكون إنزيم يكون مسؤول عن حدوث تفاعل معين ينتج عنه ظهور، ينتج عنه تفاعل. كل جين يكون يصدر إنزيم، والإنزيم بيعمل تفاعل ينتج عنه بروتين، والبروتين يظهر الصفة الوراثية. ينتشر نقص فيتامين ألف بين الذين يعتمدون على الأرز كغذاء رئيسي لهم، حيث أنه لا يحتوي على مادة البروفيتامين المعروفة باسم الكاروتين. بعد كده تتحول مادة نقط داخل الجسم إلى فيتامين ألف، تمام. مادة الكاروتين إلى فيتامين ألف الذي قد يؤدي نقصه في الجسم إلى فقدان البصر. يهتم مشروع الجينوم البشري بتأثير الطفرات المختلفة. أظهر مشروع الجينوم البشري تشابه في البشر في أكثر من 99% من حمض DNA. طب اللي بعده، كل الصفات الوراثية التالية تنتقل من جيل لآخر، تمام، ما عدا تعلم الكلام. ترك مندل نبات البازلاء تتلقح ذاتيا عدة مرات للتأكد من نقاء الصفة. أقدم مندل بتخطيط تمام المياسم حتى لا يتم تلقيحها خلق. طبقا للقانون الأول لمندل، نسبة الأفراد التي تحمل الصفة المتناحية في الجيل الأول 0، تمام. طبعا في الجيل الأول بتظهر 100% سائدة مش متناحية. في الجيل الثاني بتظهر الصفة المتناحية بنسبة 25%. عند تلقيح نبات بازلاء ينتج عنه بذور صفراء لعدة أجيال، تمام، مع آخر ينتج بذور خضراء لعدة أجيال. تنتج إيه يا أستاذ؟ نباتات بذور خضراء، نباتات بذور صفراء، 75 بذور صفراء هي ده. لاحظ مندل في تجاربه على نبات البازلاء أن صفة نقط تظهر في الجيل الثاني بنسبة 25. طول الساق، القرون الجانبية، الأزهار. طبعا عاوزين الصفة المتنحية هنا، طبعا هي القرون المحززة. يكون عامل الصفة الوراثية متشابها في الفرد النقي، تمام. تظهر الصفة المتنحية يكون عاملة، لا ألف وجيم يا جماعة، لأن هنا بيبقى سائد مع سائد هيديني نقي، وبرضك متنحي مع
تظهر الصفة المتناحية على أحد الأبناء إذا ورث من الأبوين جينين سائدين، جينين، جين متناحي واحد، جين سائد وآخر متناحي، جينين متناحيين. تظهر الصفة المتناحية إذا تقابل جينين متناحيين. طب تبعا للقانون الأول لمندل إن العوامل الوراثية نقط عند تكوين أمثال تنعزل. الصفة نقط دائما تكون نقية، الصفة الوراثية دائما تكون نقية. الصفة السائدة عذرا، الصفة نقط تكون دائما نقية، المكتسبة ولا السائدة ولا المتناحية؟ المتناحية، الصفة المتناحية. تمام. من مخطط التركيب الجيني المقابل، أي مما يعطي يعبر عن النباتات التي لها نفس المظهر الخارجي للصفة الموضوعة بالوراثة. طب دي ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول بدأت تنعزل ايه؟ العوامل. تمام. الجيل الأول ار كابيتال في ار كابيتال، ار كابيتال في ار سمول، الثانية ار سمول في ار سمول. طب هنا اختيارها يكون لإيه؟ لب. من المخطط المقابل الذي يوضح التركيب الجيني للآباء والنسل الناتج عن تزاوجهما. ما الأفراد التي تحمل الصفة الغير نقية؟ تمام. هنا دي بي كابيتال تبقى دي بي كابيتال بي سمول، والتانية بي كابيتال بي سمول، بي سمول بي سمول، بي سمول بي سمول. هو هنا بيقول لك ما الأفراد تحمل الصفة الغير نقية. الصفة الغير نقية تمام في دول ده نقي وده كده نقي. تمام. هنا رقم 4 غير نقي وعاوز الآباء. الآباء كانوا ايه هنا؟ بي كابيتال بي سمول، وهنا كانوا بي سمول بي سمول. غير نقية تبقى 1 و3 و4، 1 و3 و4، 1 و3 وايه و4. يبقى اختياره يكون لألف. طب النقطة اللي بعد كده على بركة الله بيقول لي عند تزاوج ذكر قصير الجناح مع حشرة ذبابة الفاكهة مع أنثى طويل الجناح، كان الجيل الأول طويل الجناح، فإذا تزاوج ذكر وأنثى من هذا الجيل فإن النسبة المتوقعة لظهور طويل الجناح 75. طب عند تزاوج ذكر وأنثى بكابيتال بي سمول احتمل ظهور في أبنائهم بنسبة كام؟ فإن التركيب الوراثي بي سمول بسمول يحتمل ظهوره بنسبة 0. تمام. إن التركيب الوراثي لأحد الآباء أحد الأبناء بي سمول، فإن التركيب الوراثي للآباء كان إيه؟ التركيب الوراثي لأحد الأبناء كان بالشكل ده، يبقى أقول له جيم. طبقا للقانون الأول لمندل الثاني فإن الصفة السائدة في الجيل الثاني تظهر بنسبة 75. تمام. تركيب الجيني لده يعطي نقط من الجامدات 4 أنواع. إذا تزاوج نبات بسلة إحداهما بذوره خضراء والآخر بذوره صفراء فإن يحتمل يكون الجيل الناتج بذوره إيه؟ خضراء ملساء صفراء ملساء. تمام. هتبقى صفراء ملساء صفراء ملساء. تمام. عند تكون الأمشاج في نبات تركيبها بالشكل ده فإن الأمشاج التي تركيبها يو كابيتال يو سمول تكون نسبتها كام؟ 75. طب عند تلقيح نبات بازلاء قصير الساق أبيض الأزهار مع نبات بازلاء طويل الساق أحمر أزهار نقي، إن الجيل الأول تكون جميع أفراده إيه؟ تبقى كله هيبقى طويل الساق. تمام. أحمر أزهار. تمام. النقطة اللي بعد كده من مربع بنت إذا علمت أن رمز جين اللون الأخضر
جي، واللون أصفر جي سمول، والشكل المنتفخ للقرون آي، والشكل المحزز أي سمول. تمام. فإن قرون النباتات 3 دي كده هتكون إيه؟ نروح نزود جي كابيتال في جي كابيتال، هتبقى جي كابيتال جي سمول اي كابيتال اي كابيتال، يبقى تبقى جي. تمام. قرون نبات رقم 1 دي كده رقم 1 يبقى جي كابيتال جي سمول اي كابيتال اي سمول. تمام. تشبه قرون رقم كام؟ طب ده كده جي كابيتال جي سمول اي كابيتال اي سمول. رقم 2 هتبقى جي كابيتال جي سمول اي سمول اي سمول. رقم 3 هتبقى جي كابيتال جي سمول جي سمول جي سمول اي كابيتال اي سمول. رقم 4 دي كده هتبقى جي كابيتال في جي سمول جي سمول جي سمول اي سمول اي سمول. قرون النباتات رقم 1. تمام. هي دي كده يا أستاذ. هنا هزوج هنا بهنا جي كابيتال جي سمول جي كابيتال جي سمول وجي كابيتال. ماشي. دي هتشابه مع مين؟ مع رقم 2. تمام. ولا رقم 3 ورقم 4 تتشابه مع رقم 3. لا توجد إجابة، لا توجد إجابة، لأن ولا واحدة فيهم متشابهة معهم. أي مما يلي من الصفات السائدة في الإنسان: الشعر الناعم، شحمة الأذن المنفصلة. عند تزاوج رجل مجعد بامرأة ناعمة الشعر، أفراد تكون مجعدة الشعر، يعني جين الشعر المجعد سائد. شكل مقابل يعبر عن إحدى توارث الصفات البشرية. ما الرقم الدال على الطفل الذي يحمل الصفة المتنحية؟ تمام. هنا اتش كابيتال اتش سمول، تانية اتش كابيتال اتش سمول، اتش كابيتال اتش كابيتال اتش كابيتال اتش سمول. هنا اتش كابيتال اتش سمول اتش سمول اتش سمول. يبقى هنا هيكون رقم كام؟ لو جيت احسب انا كده هبدأ منه اتش كابيتال اتش كابيتال رقم 1، ودي اتش كابيتال اتش كابيتال اتش كابيتال اتش كابيتال اتش سمول. تاني يا ولاد قولوا كده اتش كابيتال اتش سمول اتش كابيتال اتش سمول. تانية اتش كابيتال اتش كابيتال. تالتة اتش كابيتال اتش سمول. الرابعة أنا بزوج مين دي بدي. أول حاجة اتش كابيتال في اتش كابيتال، يبقى اتش كابيتال اتش كابيتال. اتش كابيتال في اتش سمول يبقى اتش كابيتال اتش كابيتال في اتش كابيتال اتش كابيتال اتش كابيتال. اتش سمول في اتش كابيتال اتش كابيتال اتش سمول. يبقى رقم 4 اتش سمول في اتش سمول. خلاص. اللي بعدها تحتوي المادة الوراثية التي توجد في الخلايا على كميات من المعلومات الوراثية التي تحدد الصفة الوراثية. ماذا يطلق على هذه الصفة؟ دي ان ايه. تتحكم الجينات في إظهار الصفة الوراثية للكائن حي بإنتاج فيتامينات والهرمونات والكروموسومات إنزيمات. نطلب بعد كده يحتوي الأرز المعدل جينيا على فيتامين أ، يؤدي نقص فيتامين أ الناتج عن سوء التغذية إلى مرض فقدان البصر. تمام. أشكركم طلاب الأعزاء، ولنا لقاء متجدد مع حل بقية التدريبات، ولكن لا تنسونا الاشتراك في القناة.